السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الراس مبخر. شفتوا كما وريتكم باننا غسلناه والطريقه باش اننا كنحلوه كنغسلوه. غادي نحتاجو الراس. الا كان عندنا راس نديرو راس، الا كان عندنا بزاف نديرو على حسب القدر اللي عندنا ديال الناس. كنحتاجو كذلك واحد جوج ديال البصلات. انا شلطتهم، يعني على شنفتهم بحال هكا. وكنحتاج كذلك واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم. كنحتاجو الملح والابزار والكمون. وغادي نحتاجو كذلك داك المخ اللي لقينا في وسط من الراس، هو غادي نديروه مع الراس. غادي نديرو ليه طريقه باش اننا نقدروا ناكلوه معاه، لان كما كتشوفوا عندنا مخ كيكون قليل. فغادي نديروه في هاد الوجبه نيت ديال الراس مبخر. غادي ناخذوا الراس وغادي غادي ناخذوا البصل. هي الاولى غادي نديروها في الكسكس، في الكسكاس، نرميوها في الكسكاس. ونديروا هاد الثومه هادي غادي نقطعوها طروفه، ومن بعد نرميوها فوق من الراس ونرميو عليه شويه الملحه وشويه البزار. هادشي اللي غادي نديروا ليه، ونسدوا عليه الكسكاس باش يتبخر لينا مزيان. خديت البرمان ديالي درت فيها الماء باش انا يطيب. غادي ندير فوس من هاد الكسكاس، غادي ندير البصل، وغادي ندير عليها شويه الملحه وشويه البزار باش تكون مسمه ليا البصله. لان ملي كنبغيو ناكلو الراس كنبغيو ناكلو مع شويه ديال البصله، كيجي زوين، كتجي زوينه البصله مع الراس مبخر. كنديروا واحد شويه د الملحه، الملح على حسب القياس، حتى نزيدو من بعد، لانه واخا هكا غادي نزيدو شويه ديال البزار، نحطو معنا في الطبلات، كنحطو معنا شويه البزار شويه الملحه والكمون باش نديرو. كاينين الناس اللي كيبغيو مازال بالزايد. هاد الساعه غادي ناخذ الراس، غادي نبدا نحط المغسول بحال هكا، ونبقى ندردر عليهم التوابل، الملح والابزار بحال هكا. تنديروا حتى دوك الكريعنات، لان كما كتعرفوا بان في العيد ما كيكونوش عندنا بزاف ديال الكريعين، كيكونوا عندنا غير جوج. فما كيكونوش كثار باش ان الواحد يدير بهم شي وصفه ولا شي حاجه. داكشي علاش كنديروهم نيت مع الراس، كنديروا مع الراس باش يتبخروا. كنديروا ديك الفصوص ديال الثوم، كنقطعوهم وكنرميوهم بحال هكا عليهم، من بعد كنغطيو هاد البرمه هاد الكسكاس. صافي درت ديك جوج الفصوص ديال الثوم، درت مازال شويه ديال التوابل، الملحه والبزار، باش يطيب هذا الراس ويطيب فيه شويه ديال التوابل ما يجيش مسوس. دابا غادي نغطيه انا الكسكاس. البرمه عندي كتسد بلا ما ندير لها حتى حاجه، فغادي نخليها حتى تطيب تقريبا ساعه المكانه. خصو يكون مغطي من الفوق باش البخار يبقى لا يعني لداخل ما يخرجش، باش الراس ديالنا يطيب مزيان. صافي غادي نخليوها حتى تطيب تقريبا ساعه المكانه بحال هكا. الوقيته غادي نمشي لهداك المخيخ نصايبو. دابا غادي ناخذ داك المخ باش نقطعو. غادي نمسح هاد الرخامه، درت شويه الخل باش نعقم هاد المكان. غادي نقطعو مربعات، وغادي ندير له شويه ديال التوابل، ماشي شي حاجه كثيره، يعني شويه الملحه شويه البزار، لا اكثر ولا اقل. وغادي نديروه في الدقيق، لانه غير شي حاجه مخ عرفتي هو المذاق ديالو زوين بلا حتى حاجه. غادي ناخذو بحال هكا. صافي قطعتو، غادي نديروه في الطبسيل، وغادي كما قلنا ندير عليه شويه ديال الملحه وشويه البزار، وغادي نخليه حتى يطيب ليا الراس، يعني يكون الراس واجد باش انا نهزو ونديرو في الدقيق ونقليه. خصو يتكال سخون، انا كما قلت لكم غادي خصني نحطو مع الراس مبخر، فخصو يكون يعني سخون، ما غاديش يكون بارد. خصو يكون سخون باش يكون مازال مقرمش. المهم انا غنوجدو ونخليه حتى نبغي نسربيه، يعني نحط الطبله ديالي ومن بعد نقليه. في الوقيته فاش درنا الراس تيطيب يعني كيفور، غادي ناخذوا هذا المخ غادي نديروه في الدقيق، يعني نديروه هكا في الدقيق، غادي بحال غنديروا الحوت، و يعني ياخذ واحد الكميه مزيانه ديال الدقيق، وندوزو من الغربال اولا من ديك الشبكه باش نحيد الفائض ديال الدقيق، ونديرو يتقلى
صافي. من بعد منين غادي نحيدو من الزيت، منين غادي يتقلى نديرو في الورق النشاف باش يحيد ليا كاع داك الفائض ديال الزيت. صافي انا حطيت الراس، يعني درته في التبصيل وحطيت معاه البصل اللي كنطم معاه، وداك المخ اللي درناه تتقلى غادي نحطوه بحال هكا طريفات، كل بلاصه كنحط فيها طرف. يعني منين الانسان يكون كياكل كياخذ كل واحد ياخذ واحد طريف، كما عرفتوا بان المخ يعني ما كيكونش كتير قليل، كنحطو هكا فوق من الراس. ومن الاحسن اننا نسربيو هاد الصحن هذا وهاد الشهيوه هادي تكون مازال سخونه، لان كما كتعرفوا الراس كيكون فيه ماده لا جيلاتين كثيره، فكيكون احسن وكيكون بنين فاش يكون سخون. وكنسربيو معاه كذلك يعني شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه على حسب كل واحد. كاينين الناس اللي كيبغيو يزيدوا مازال التوابل من الفوق. كنتمنى بان هاد الشهوه هادي ديال الراس مبخر تعجبكم وتجربوها. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى وشهوه اخرى من شهوات العيد. خلي لكم راحه ومع السلامه.